كوريج الجبان من الكرتونات اللي أنا بحبها. الكرتون ليه ماضي مرعب جدا، ممكن يدمر طفولتك، وليه نظريات هتخليك تغير نظرتك للكرتون وكل اللي انت فهمته كان غلط. بس قبل ما نبدأ ياريت تدوس لايك واشتراك علشان يجيلك فيديوهاتي. كوريج الجبان من الكرتونات الغريبة، وفي ناس كانت بتخاف منه زمان. ليه شوية نظريات هنقولها، بس خلينا ندي فكرة عنه. بتدور أحداث الكرتون حوالين الكلب كوريج اللي كان بيعيش مع العجوزين ميرين ويوستس، ودول زوجين تعيسين عايشين في مزرعة. أصحاب الكلب بيتخلوا عنه وهو جرو صغير عشان تلاقيه الجدة اللطيفة، وجوزها المزارع العصبي اللي كان بيعشق المال وبيستمتع بإزعاج وتخويف الكلب كوريج عن طريق الأقنعة المزعجة اللي بتسبب للكلب في رعب شديد. والعيلة في جميع الأوقات بيتعرضوا لأحداث وظواهر غريبة، وبيقابلوا وحوش وكائنات فضائية وبعض الأشرار والعلماء المجانين، ده غير المخاطر اللي بتلاحقهم في كل مكان. بعد ما تعرفنا على الكرتون وقصته، خلونا دلوقتي نتعرف عن الجانب المرعب والمظلم من الكرتون. كوريج طول الوقت بيتخيل وحوش مرعبة بتهجم على بيتهم، وطول الوقت حاسس بالرعب وبيحاول ينقذ أهل بيته. لكن العجوزين ما بيهتموش أبدا باللي بيعمله كوريج، ولا مهتمين بالوحوش. ويا ترى ايه السبب باللي بيحصل ده؟ النظرية بتقول إن كل الوحوش اللي في الكرتون هم مجرد بشر عاديين، لكن كوريج دايما بيشوفهم على شكل وحوش. وحتى المنطقة اللي عايشين فيها دي منطقة سكنية عادية جدا، ولكن العجوزين ما بيخرجوش كتير في الشارع، وكوريج بيتخيل إن مفيش بيوت حواليه، وكل المنطقة عبارة عن وحوش وأشباح. النظرية الأولى بالنسبة لي نظرية ضعيفة. تعالى دلوقتي نتكلم عن النظرية التانية. ودي النظرية الأكتر غموض ورعب. نظرية اقتنعت بيها جدا، ودي مش مجرد نظرية في كرتون، لأ دي نظرية مستمدة من قصة حقيقية ليها علاقة بأرض الواقع. مخلوق غريب جدا في جنوب أمريكا، بالتحديد في ولاية نيو مكسيكو، مخلوق السكين ووكر. ده مخلوق مرعب جدا، عنده القدرة التحول لأي شيء في العالم حرفيا، يعني ممكن يتحول للإنسان أو جماد أو أي حاجة تانية، وده عن طريق استخدام قوة خارقة المتسبب فيها الجن والسحرة. لكن في أغلب الأوقات بيكون على شكل حيوانات زي الكلاب والذئاب. طب ايه علاقة السكين ووكر بكوريج الجبان؟ كان في بيت حقيقي في ولاية نيو مكسيكو، البيت عايش فيه عجوزين مع كلبهم، ومع مرور الأيام الكلب فضل ينبح والأصوات خارجة من البيت. أهل البيت اتصلوا بالشرطة وقالوا إن في شيء غريب بيهاجمهم، واكتشفوا إن الشيء ده هو السكين ووكر. وبعد ما اتحركت الشرطة ووصلوا للبيت، لقوا اللي موجود في البيت بس هو الكلب، أما العجوزين اختفوا للأبد. نفس البيت اللي موجود في الكرتون هو نفس البيت اللي موجود في الحادثة اللي اتكلمنا عليها. حتى نفس المنطقة اللي موجود فيها البيت هي نفس المنطقة في الكرتون، وكمان العجوزين متشابهين مع الكرتون. وده اللي خلى كل الناس تتأكد ان فعلا ده مش كرتون عادي، لا دي قصة متاخدة من أحداث حقيقية اللي اتكلمنا عليها. ولكن الرعب والغموض لسه مخلصش، اللي جاي مرعب أكتر. واحد من أكتر القتلة المسلسلين رعبا في التاريخ، وهو العجوز ديفيد باركر، واللي قدر يقضي على أكتر من 60 ضحية من غير ما يكتشف، بطريقة وأساليب عبقرية. السفاح ديفيد كان عنده 3 طرق أذكى من بعض علشان يخلص على ضحاياه. في البداية بيشوف منطقة معزولة فيها بيت واحد بس علشان يكون سهل يخلص عليها من غير ما حد يحس. وأول طريقة عنده هي المال، بيروح بيت الضحية وبيقول لهم إن هما كسبوا جايزة كبيرة في مسابقة معينة، وبعدها يخلص عليهم. والطريقة التانية كان بيروح للناس وبيحكي لهم عن معاناته وبيكسب تعاطف الناس، وكان أستاذ في التمثيل، وبعدها يخلص عليهم. والطريقة الأخيرة كانت عن طريق قطع سلك التليفون، ويروح لأهل البيت على أساس إن هو عامل صيانة، وأول ما يدخل البيت يقفل الباب ويخلص على كل أهل البيت. كل الطرق والأساليب اللي كان بيستخدمها ديفيد عشان يخلص بيها على الضحايا بتوعه بتحصل بالحرف في كرتون كوريج الجبان. لو اتفرجت على الكرتون وركزت كويس هتلاقي طول الوقت في بشر بيجوا البيت وبيحاولوا يخدعوا العجوزين بأي طريقة. مرة يخدعوهم بالمال، ومرة تانية واحد يقنعهم ان هو عامل صيانة. وده السبب اللي خلى كرتون كوريج الجبان مرتبط بالسفاح بشكل كبير، وده اللي خلى الكرتون مش مجرد كرتون أطفال عادي، لأ ده متاخد من أحداث وقصص حقيقية وكلهم مرعبة.
لما تتخيل المواقف والأحداث اللي اتكلمت عنها هتلاقي كميات رعب في النظريات. بس كده، قولنا ايه رأيك في الفيديو في الكومنتات، وأنهي نظرية دخلت دماغك من التلاتة. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك علشان يجيلك كل جديد. سلام.